السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلًا وسهلًا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا 5 كيلو دقيق بلدي و2 زيرو، هنشتغلهم إن شاء الله مع بعض ونشوف الطريقة. إن شاء الله هتاخدي شوية عيش أحلى من البسكويت كمان. تعالي معايا نشوف الطريقة. معانا ال2 كيلو الزيرو هننخلهم الأول، وال5 البلدي طبعًا كله هننخله. وبعد كده هنجيب طبق مَيّة، نحط 5 كوبايات مَيّة كده من الكوبايات المَيّة اللي حضرتِك شايفاها دي. ده مبدئيًا، وبعد كده لمّا بنحتاج بنحط تاني. معانا قطعة خميرة، مكعب خميرة، بندوبه مع شوية سكر، شوية سكر كده زي ما انتِ شايفاهم كده، مش كتير يعني ييجوا 3 معالق مثلًا، بندوبهم مع مكعب الخميرة، يا ريت ما يكونش المكعب كبير عشان الجو حر، أما لو في الشتا عادي ما يجراش حاجة بنكبره شوية، وشوية الملح بندوبهم في المَيّة. وبعد كده بننزل بالدقيق اللي إحنا نخلينه مع بعض. نزلنا كده بكمية الدقيق كلها. وطريقة العجن بتاعتنا إن إحنا بنقلب بس الدقيق في المَيّة، زي ما أنتِ شايفة كده قدامِك. أنا جايبة لِك كل تفاصيل العجين علشان يكون عليكِ يعني إيه، سهل خالص إن شاء الله. بتقلّبي كده من تحت لفوق، أهم حاجة ما يكونش قعر الطشت فيه دقيق ناشف ولا حاجة، يكون حد جنبِك كده بيكُب لِك مَيّة، وما إلا اللي أنتِ بتقلّبيه ما بتغرّزيهوش. وما تنسيش شوية السكر دول بيفرقوا معاكِ أوي في طعم العيش، بيخلّوه حاجة كده أحلى من البسكويت. كل ما العجين بيشرب إحنا بندّي له تاني، لحد ما ناخد القوام المطلوب اللي أنا هاوريه لِك في الآخر. تلفّي العجين كده على إيدِك عشان لو في أي حاجة تفُك. وما تقلقيش إن طالما أنتِ بتقلّبي من البداية عمره ما هيعمل منِّك أي حاجة ولا هيكتّل منِّك. قلّبنا كده الخميرة والسكر وحطيناهم، وهنلفّهم برضًا في العجين زي ما أنتِ شايفة كده. كده كُنّا وصلنا للقوام المطلوب، وكده لازم نطُب العجين زي ما أنتِ شايفة كده علشان ندخّل فيه هوا، هيبقى العجين معاكِ زي الفل، هو ده القوام المطلوب. ولازم وضروري جدًا ما ننساش الخطوة دي، دي اللي بتخلّي العيش معانا يقِب ويبقى زي الفل بعد الخبز، أثناء الخبز. وهنا كنا بنختبر طبعًا العجين بتاعنا، لقيناها ما فردتش ما ساحتش في العجين، لأ فضلت قاعدة كده بس يا دوب ارتاحت، القطعية اللي قطعناها، فضلت قاعدة كده على وش العجين بس يا دوب ارتاحت كده، وهو ده القوام المطلوب. سطرنا بقى وش العجين بشوية دقيق، ربنا يسترنا إن شاء الله فوق الأرض وتحت الأرض.
وكده هنغطي العجين بتاعنا، هنغطيه بالصينية وحاجة تقيلة فوق الصينية مش أكتر من كده، عشان العيش ما يبقاش ليه ريحة معاكِ. وكده كان اختمر معانا وطلّع بلالين كده إيه، وكده طلع معانا قيراطين 2. وهنا بنلم الوش بنلم الحواف بتاعته علشان يبقى ليه عرق معاكِ وزي الفل. هنقطّع بنفس الطريقة اللي هتشوفيها دي الكمية كلّها. هتقطعي على طول كده وتشيلي إيدِك من العجينة على طول هتلاقيه طلع معاكِ. كل حاجة سهلة، واحدة، واحدة هتلاقيكِ بتعملي أحسن منّه كمان. وأهم حاجة تدوّريه وأنتِ بتقطّعيه عشان يبقى معاكِ متدوّر على المطرح. نقطّع الكمية كلّها بنفس الشكل. كده كنا خلّصنا بقى الكمية كلّها وهنغطّيها. دي أهم حاجة طبعًا بعد ما نغطّيه نسيبه يرتاح ربع ساعة في الصيف ونُص ساعة في الشتا. ما ينفعش نقطّعه ونخبزه على طول، لازم يرتاح الأول. وهنا بننضّف الفرن طبعًا مرّة و2 و3 قبل الخبز. ونولّعها تسخن كده بعد ما عدّى ربع ساعة على العيش مرتاحة معانا في الأرض. وهنولّع الفرن من تحت يا دوب شمعة كده، حاجة صغيّرة كده عشان ما يبقاش إيه معاكِ يتحرق على طول العيش لو علّيتِ. فهنعلّي من فوق يا دوب النار تلامس بعضيها كده، أمّا من تحت هيبقى حاجة صغيّرة. بتضبّطي النار بتاعتِك طبعًا قبل أي حاجة وتسيبيه يسخن. وهنا هنشيل مع بعض أول رغيف. كتّري ردة تحتيه علشان تعرفي تشيلي كده ويبقى سهل معاكِ. وتريحيه على إيدِك لو ما عرفتيش عادي ممكن تحطيه على طول على المطرحة. وطريقة الرَّح سهلة وبسيطة جدًا زي ما أنتِ شايفاها كده معايا. ولازم تنقليه من مطرح لمطرح عشان ما يرقش معاكِ من القلب، ما يرقش معاكِ من الوسط. هتدوّري معاكِ على المطرحة وتيجي رامياه على طول. وأهم حاجة تخرّميه كده بالنشوي اللي معاكِ علشان إيه، يطلّع الهوا اللي داخل مع الرمي. بيطلع معاكِ زي الفل. الموضوع سهل وبسيط خالص. وأهم حاجة طبعًا تكوني أنتِ حابة إن أنتِ تعملي عيش لولادِك وكده. فلو أنتِ حابة أصلًا هتلاقي نفسِك بتعمليه وأحسن مني كمان. هتضبّطيه وتعدّليه كده أهم حاجة يتدوّر معاكِ وتيجي رامياه. أنا باورّيكِ أكتر من واحد علشان إيه، يبقى الموضوع معاكِ سهل وبسيط. طبعًا لازمًا تدوسي على العيش كده في الفرن بالنشوي اللي معاكِ علشان تدخّلي الهوا في إيه، في الرغيف كلّه.
ويبقى معاكِ مورق من كل ناحية. هيبقى معاكِ مفرّغ من بعضيه وزي الفل. إن أنا طبعًا باورّيكِ كل حاجة بوضوح علشان يبقى إيه، تاخدي الفكرة على طول. طبعًا إحنا بنغزّه كده علشان نطلّع الهوا اللي هيخش من الرمية، الرمية دي بيبقى تحتيها يخش تحت العيش هوا، الهوا ده إحنا بنطلّعه بالتخريمة اللي إحنا بنخرّمها دي. نخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة اللي أنتِ شايفاها دي. الفيديو معاكِ بس طويل شوية، بس علشان أكون قدرت أفيدِك بس، ولو بمعلومة. لازمًا تدايري العيش وتطمني طبعًا، ترفعي كده العيش كده تبُصي لا يكون بيتحرق منِّك والّا حاجة والّا النار عالية فبتوطّيها شوية، لقيناه مش مستوي حلو من تحت فبنعلّي النار سِنّة، ما يجراش حاجة كل حاجة بتتضبط. إحنا بندوس كده على حروف العيش عشان يتفرد معانا من الحرف حلو يبقى معاكِ ما فيش فيه أي عجين من جوّه ولا أي حاجة، يبقى مورق وزي الفل. بتدايري العيش علشان يستوي من كل من كل ناحية. التسوية زي ما حضرتِك شايفاها كده. طبعًا اللي حابة تتعلم هتكمّل معانا وهتشوف الطريقة كلّها وهتشوف لحد آخر رغيف. أنا كنت باعمل كده من 5 سنين أمّا بدأت أخبز كنت باشوف فيديوهات علشان أتعلم، وده اللي حصل، يعني أنا ما كنتش باعرف أخبز خالص وبقيت الحمد لله يا رب، يعني أحسن حد بيعمل عيش. يعني عاملة العيش صغيّر النهارده علشان بس اللي بتتعلم ما يكونش الموضوع صعب معاها ولا حاجة.
بجد الموضوع سهل وبسيط وهتحبيه كمان. ترمي كده الرغيف وما تقلقيش ولا تخافي كده وانت بترمي، هيترمي معاكي وهيبقى زي الفل. تسويه حلو كده من جميع الاتجاهات وتيجي مخرجاه. طلعي اهم حاجة على مطرح علشان ايدك ما تتلسعش. وتشيلي بالراحة كده، تدخل ايدك، اهم حاجة صوابعك ما تنخس في الرغيف، وترميه كده على المطرحة وتشتغلي فيه على طول. بتدوسي طبعا على حروفه كده عشان يفرد معاكي على طول. ترحيه حلو كده على المطرحة الصغيرة وتيجي رميه على التاني عشان يفرد معاكي على طول وما يرقش من القلب. موضوع سهل وبسيط. ايدك اليمين تبقى ماسكة المطرحة كويس، وايدك الشمال ساندة بحرف صباعك التخين او الكبير. تيجي رميه على طول، يبقى معاكي العيش زي العسل. هتعملي شوية عيش بجد مش هتصدقي نفسك ان انت اللي عاملاه. اهم حاجة تعدلي كده على المطرحة وتيجي رمياه. احنا بنخبز اكتر من كده بس انا عشان الفيديو حبيتش يكون ناش اكتر من كده. الموضوع بجد هتحبيه اصلا، وهتلاقي نفسك كل يوم والتاني بتقولي انا عايزه اخبز. ان انا كنت زيك كده في البدايه كنت خايفه من الموضوع، بس لما فعلا خبزت يعني حسيت ان الموضوع سهل وبسيط. اهم حاجه تركزي على ايدي كويس قوي وانا بريح، هتلاقي الموضوع سهل معاكي خالص. والدايري طبعا علشان يستوى معاكي من كل حته، من كل ناحيه. وما تنسيش لو لسه مكمله معايا دلوقتي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل مع بعض كل حاجه ان شاء الله حلوه هتشوفيها معايا على القناه، مخبوزات وفطير وعيش واكل ان شاء الله كل حاجه. ركزي معايا كده وانا برمي، دخلي ايدك كده وتيجي سحبه
المطرحة من تحت الرغيف على طول. الموضوع هتلاقيه سهل وبسيط. إن ما ضبطش معاكِ أول مرّة، تاني رمية هتلاقيها ضبطت معاكِ خالص. هو الفيديو ده هنعتبره كورس كامل، فمعلش هيبقى طويل شوية. الفيديو ده فيه طريقة ال7 كيلو كلّهم، أنا ما قطعتش منّه حاجة خالص. هو هيبقى طويل معاكِ شوية معلش. زي ما أنتِ شايفة معايا كده العيش زي الفل. تنقليه من مطرحة لمطرحة ويترحم معاكِ على طول. زي ما أنتِ شايفة كده، طريقة سهلة وبسيطة، بس ركّزي أنتِ بس كده على إيدي وأنتِ هتلاقي الدنيا معاكِ تمام. هيطلع معاكِ شوية عيش أحلى من البسكويت. كده خلاص إحنا كنا قرّبنا نخلّص. كل كام رغيف كده بنرفع الرغيف نطمن على السِوَى بتاعه من تحت، نشوفه مستوي معانا حلو والّا لأ.
أنا باسكت كتير بس في المقطع علشان إيه، تعرفي تركّزي. الرغيف مش بيكمّل حاجة خالص في الفرن وبيطلع على طول، يعني ما بيكمّلش حتى نُص دقيقة. أهم حاجة يتدوّر منِّك على المطرح. على ما بيستوي معانا يكون إحنا جهّزنا غيره. وما تنسيش الاشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد. وده كده كان آخر رغيف معانا. وكده خلاص خلّصنا. لو لسه بقى مكمّلة معايا لدلوقتي، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعّلي زر الجرس على الكل علشان يوصلِك منّي كل جديد. يا ريت بقى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش التعليق الحلو منِّك واللايك الجميل بتاعِك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.